هنعمل مع بعض النهارده اكله من اكلات رمضان جميله جدا بقى، من غير مكنه ومن غير ادوات ومن غير اي تعقيد. هنعمل الكوبيبه الشامي بطريقه حلوه تطلع معاكي مقرمشه كده. اسمعي الصوت ده كده، حاجه كده مقرمشه من بره ومستويه من جوه ومفيش بعد كده. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتعالوا نشوف بقى ازاي نعملها احسن بكتير مما نشتريها من بره وتطلع معاكي بالجمال ده كده. زي ما قلت لكم كده، نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا. هتجيبي بوله وهتنزلي فيها بكوبايتين اتنين من البرغل، ويفضل طبعا انت تستخدمي البرغل الناعم. وبعدين هتنزلي عليهم بكوبايتين اتنين من الميه المغليه، وغطيهم كده واركنيهم على جنب وسيبهم حوالي نص ساعه. البرغل بقى بالشكل ده كده بعد ما مر حوالي نص ساعه عليه اتشرب كل الميه اللي فيه وكمان فتح معايا. هنزل عليه ببطاطسيه متوسطه مسلوقه، وزنها كان حوالي 250 جرام. واهم حاجه البطاطسيه دي تسلقها بحالها، بلاش تقطعيها. قطعيها بعد ما تتسلق، وبرده تستخدمها وهي سخنه، ما ينفعش تكون بارده خالص. البهارات بتاعتي المقدار ده كده معلقه صغيره من كل حاجه: ملح وفلفل وكزبره وكمون وتوم بودره وبابريكا، وكمان معلقتين اتنين كبار من النشا. هاجيب بقى حاجة أكبر أنزل بالخليط بتاعي فيها كده علشان تبقى إيه، أعرف أشتغل فيها كويس. وانزلي بالمكونات بتاعتك دي واعجنيها كويس جدا، أنا عاوزاكي تعجنيها على قد ما تقدري لحد ما تبقى العجينة معاكي بالشكل ده كده. تيجي تشكليها كده تلاقيها بتتشكل معاكي، ده القوام المطلوب. لو حسيتيها ناشفة معاكي ضيفي لها معلقتين كده من المية، بس المقدار ده مظبوط جدا. الحشوة هنا بقى، أنا كان عندي بواقي كده لحمة عصاج من امبارح استخدمتها، وكمان جبنة موتزاريلا. طبعا كلنا عارفين اللحمة بتعصج ازاي. فطبعا الحشوه دي ترجع لك، اللي ولادك بيحبوه اللي انت بتحبيه تمام اشتغلي بيه. هتمسكي كده القطعه معاكي، هتعملها فجوه في النص، هتحطي الحشوه اللي انت بتحبيها. والميه هنا هتساعدك في التشكيل، لازم كده ايه، يبقى جنبك برضو كده طبق فيه شويه ميه، هيساعدك معاكي في التشكيل بالشكل ده كده. تشكيلها سهل جدا، مفيش اسهل منه. هتمسكي القطعه بتاعتك بالشكل ده كده، هتعملها فجوه في النص وهتضيفي الحشوه في النص، وباللي ايدك بقى كده من الميه هتسهل معاكي الشكل بتاعك. شايفه؟ متهيأ لي إنِّك تشوفي أكتر من إن أنا أتكلّم. هتيجي معاكِ بقى لو ما أنتيش عارفة تعملي الشكل ده عادي جدًا اعملي أي شكل، بس أنتِ هتلاقيه جاي معاكِ سهل لوحده بالمنظر ده كده. نعمل بقى كمان واحدتين من الجبنة الموتزاريلا. زي ما قُلت لِك أي حشوة بتحبيها ولادِك بيحبوها اشتغلي بيها. تاخدي القطعة بتاعتِك بالشكل ده كده، هتعمليها تجويف في النُص. الحشوة هتبلّي إيدِك من المَيّة وهتلاقيها طالعة معاكِ بالمنظر ده. أنا علشان أفرّق بين الحشوتين كده هاعمل لهم شكل يعني مختلف شوية عن بعض. واحدة بالشكل المتعارف عليه والتانية هتبقى بالمنظر ده كده، علشان أتعرّف على الحشوة بتاعتي. أنتِ برضه لو أنتِ عاملة حشوات مختلفة حاولي تشكّلي، يعني تنوّعي كده في الأشكال اللي أنتِ هتشكّليها علشان تميّزيها بعد التحمير. كمّل بقى باقي الكمية اللي عندي كلّها بنفس الطريقة، باللحمة المفرومة وكمان بالجبنة الموتزاريلا، وزي ما اتفقنا تبقى بالشكلين دول كده. ما شاء الله أنا عملت الكمية دي كلّها من كوبايتين 2 برغل وبطاطساية. الشكلين دول أهم باللحمة وبالجبنة. وعلى فكرة الكوبايتين البرغل دول أقل من ربع كيلو، يعني أقل من ربع كيلو برغل وبطاطساية عملت الكمية دي كلّها. نحمّر واحدتين بقى مع بعض، ترفعي طاسة على النار فيها زيت ويكون سخن. أنا الزيت بتاعي كان محتاج يسخن شوية بس مش مشكلة. نحمّر مع بعض كده واحدتين باللحمة وكمان واحدتين بالجبنة. الزيت بتاعِك سخن، هتنزلي بالكوبيبة، هتسيبيها بقى لحد ما تاخد اللون الأحمر الحلو اللي أنتِ هتشوفيه ده كده. واسمعي بقى صوت القرمشة اللي أنا سمعته لِك في أول الفيديو، حاجة كده بجد تحفة، مقرمشة كده ومستوية وجميلة جدًا. بأقل من ربع كيلو برغل وبطاطساية تعمل الكمية دي كلها. دي اللي باللحمة واللي بالجبنة سايحة وبتمط وحاجة ما فيش بعد كده. بالنسبة للحفظ بتاعها بقى علب زي ما أنتِ شايفة كده وترصيها جنب بعضها، ما ينفعش ترصيها طبقات على بعض. لو مش متوفر عندِك العلب دي رصيها كده على صينية واحدة جنب واحدة ودخليها الفريزر، ولمّا تتلج حطيها في الأكياس ما فيش أي مشكلة. مستنياكم بقى تجربوها وتكتبوا رأيكم في الكومنتات. وقبل أي حاجة طبعًا ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.